احنا معانا الاستاذ مالك عدلي المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والنشط السياسي، وبيتحدث الينا من مشرحه زينهم. استاذ مالك صباح الخير، اتفضل يا فندم. اهل المتوفي بره. استاذ مالك سمعنا؟ قول له وكيل النيابه الكلام ده. استاذ مالك عدلي معانا؟ هو واضح ان هو بيتكلم مع حد في المشرحه، وبيتكلم مع وكيل نيابه. واضح انه في حاله وفاه وفي تحقيق بيجرى حواليها، يعني هنحاول نوصل له مره ثانيه. لو سمعنا استاذ مالك حضرتك معانا؟ طيب استاذ مالك، استاذ مالك عدلي سمعنا؟ ايوه سامعك. يعني انا قلت ان حضرتك موجود في مشرحه زينهم، يا ريت تبين لنا السبب ايه؟ احنا يعني موجودين في المشرحه عشان خاطر الشهداء اللي وقعوا النهارده وامبارح في التحرير موجودين دلوقتي في المشرحه، والنيابه بتعين الجثث، بتعمل المناظره الظاهريه للجثث. عددهم قد ايه؟ المشرحه العدد اللي عندنا لحد دلوقتي 18، منهم 4 مجهولين. 18 منهم 4 مجهولين، ده العدد اللي عندنا لحد دلوقتي، لانه السيد وكيل النيابه موجود في المشرحه، مشترط انه المشرحه تخلو تماما مالك دول تحديدا من المحامين، يعني علشان يبتدي يشتغل، وبناء عليه هو موقف الشغل، واحنا بنحاول نوصل لاتفاق بحيث انه احنا نحضر المعاينه، لانه احنا يعني طول الوقت بنكراوي من المعاينات اللي بتحصل من غير حضور اهل الشهيد او المحامين بتوعه. طيب استاذ مالك، ال 18 دول سقطوا النهارده ولا دول ال 18 شهيد؟ عشان 18 ده رقم جديد تماما. 18 منهم 4 مجهولين سقطوا النهارده ولا دول حصيله الاحداث من امبارح لا، يعني صدقا انا ما اعرفش دول النهارده ولا امبارح، بس احنا يعني ده هيطلع من المعاينه، هنعرف من المعاينه. لسه وكيل النيابه ما بدأش مساله المعاينه ولا بدأت فعليا؟ يعني هو بدأ بعض المعاينات، وبعد كده لما لقى انه في محامين موجودين جوه المشرحه، الراجل اشترط انه المحامين يخرجوا بره المشرحه علشان هو يشتغل يعني. فاحنا بنحاول بس نتفاوض انه لازم محامي يحضر التشريح على الاقل، لو اهل المتوفي كمان مش قادرين يحضروا التشريح، لانه الناس قلقانين جدا من فكره انه المعاينه بتاعت النيابه تبقى معاينه كالمعتاد يعني. الاهالي ايضا ممنوعين من الحضور؟ لا، الاهالي المفروض ان هم هيحضروا مع كل جثه، ولكن الاهالي قرروا ان هم يفوضوا محامين يحضروا عنهم التشريح، ووكيل النيابه رافض انه المحامين يحضروا التشريح. طب هل بس تفويض للمحامين ولا كمان لبعض الاطباء المتطوعين للحضور؟ معلش انا مش سامعك يا فندم. هل التفويض بس للمحامين ولا كمان لبعض الاطباء المتطوعين؟ لان ربما يكون مفيش اطباء متطوعين موجودين هنا دلوقتي، يعني لانه متاخر جدا وكل الاطباء مشغولين في الميدان مع الاصابات اللي هناك، فالموجودين محامين بس. طب ايه مدى قانونيه ان وكيل النيابه يمنع المحامين من الحضور؟ مدى قانونيه انه انا احضر عمليه التشريح زي ما فهمت، انه المفروض ان عمليه التشريح قانونا حد من قرايب المتوفي الدرجه الاولى او من يفوضه يبقى حاضر عمليه التشريح عشان سلامه الاجراء. او من يفوضه، اذا لو في تفويض يحق للمحامين بالحاله دي الحضور. بس حضرتك عارف انه اذا في تفويض، بس انت عارف انه ابعد ناس عن القانون هم وكلاء النيابه، يعني للاسف الشديد. للاسف الشديد يعني. شكرا جزيلا استاذ مالك عدلي المحامي في المركز المصري للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والنشط السياسي، وكنت معانا من مشرحه زينهم. يعني حضرتك برضو لازم تعقب على الموضوع. ديلمة الطب الشرعي. نعم، ديلمة الطب الشرعي بالظبط. يعني واضح ان احنا هنخش تاني في نفس الدوامه بتاعه الطب الشرعي. انا بتصور ان المحامين عليهم ان يتمسكوا، مالك واصدقائه هناك عليهم ان يتمسكوا بحقهم القانوني في حضور جلسات معاينه النيابه العامه. ده حقهم القانوني، مش متروك لسلطه ولا تقدير السيد